السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجه كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نبدا الفيديو بتاعنا كده ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا كده بدات الفيديو، طلعت كل الحاجات اللي كانت موجوده على السرير بره في الشمس، طلعت الكوفر ده والمخدات وكده. هنا بقى انا كده بصوا زي ما انتم شايفين في المطبخ اهو، يعني شويه حاجات كده بايظه ومتكركبه. طبعا زي ما انتم عارفين كل يوم كده الصبح لازم نقعد نروق الشقه واظبطها، بس انا النهارده ان شاء الله هشيل السجاده دي وهشيل السجاده اللي في الشقه كله، علشان يعني عايزه ايه ان شاء الله ان انا انضف كده وامسح بقى بميه وكلور وكده، عشان كمان السجاده دي مش نظيفه. شايفين طبعا لعب جوري عامله ازاي مبهدله الدنيا، وكمان كنت جايبه لها كده لعب جديده. وبصوا يعني كنت مبوظه الدنيا بصراحه في الاوضه دي، كانت متكركبه، وكانت السجاده دي بالذات عشان جوري بتبقى عليها وبتوقع حاجات عليها وكده، فكانت بايظه. دي اللعب الجديده اللي انا بقول لكم اشتريتها لجوري، هي بتبقى عباره عن زي علب كده او كوبايات بتتحط فوق بعضها ومترقم عليها الارقام والحروف وكده، وجبت لها كمان الكور دي، هي بتحب الكور بتلعب بيها، ملونه كده حلوه جدا. فهنا بقى بوريكم كده الاوضه شكلها عامل ازاي. بس ان شاء الله هشيل السجاده دي معاكم. طبعا جوري اهي بتعيط مغلباني، والله ادعوا لي كده ان ربنا يهديها يا رب، لان هي فظيعه بصراحه، مش بتقعد ساكته خالص كده، وبتقعد عايزه تتشال على طول. ف بس ده بصوا انا كده بوريكم الشقه. هنا بقى انا كنت بوريكم كده ان انا كنت مطلعه الكوفرته بره والمخدات اهي، وكنت كمان شايله كده السجاده اللي كانت موجوده في اوضه النوم مطلعاها بره اهي. هحطها دلوقتي الناحيه التانية عشان هطلع السجاده الكبيره وهحطها هنا، علشان البلكونه دي يعني فاضيه من تحت ما فيهاش حاجه، اللي هو المزراب بتاع البلكونه ده، انما الناحيه التانية فيها، فبحط عليها الحاجات القصيره. هنا طبعا الشمس كانت طالعه والجو كان حلو، فقلت اشمس يعني دول شويه على ما اخلص جوه كده واظبط اوضه النوم، وبعد كده ادخلها تاني. بس انا يعني هبقى دلوقتي ادخلهم على طول عشان لما اجي اطلع السجاد وكده يعني ايه احطهم، لان انا كان عندي غسيل عايز يتغسل كمان وهنشر، فانا يعني حطيتها كده شويه بس لغايه ما خلصت وشلتها على طول. وهنا طبعا كنت فرش الحافظه اهي زي ما انتم شايفين، والدنيا يعني كانت متظبطه في البلكونه لان انا كنت لسه منضفاها. هنا طبعا الصاله اهي، شلت بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده فيها، وشلت كمان المشايات اللي كانت موجوده، بس كنت لسه يعني ما شلتش ايه السجاده دي عشان هي صعبه ومحطوطه تحت الركنه وكده، فقلت اشيل الحاجات الصغيره الاول. وطبعا هنا في اوضه النوم مش بعرف اشيل السجاده اللي جوه دي لان هي محطوطه تحت السرير كله، فلازم حد يبقى معايا يرفع لي السرير واشيلها، فانا مش هشيلها لان انا ما اعرفش اشيلها دلوقتي. وطبعا هنا ظبطت الدنيا وظبطت كل حاجه في اوضه النوم، ومسحت التسريحه والحاجات اللي عليها وكلها وظبطتها. وهنا الحاجات دي انا كنت عامله فيها جيلي اللي هي الكاسات دي، فدلوقتي هدخلها في النيش برضو، وهمسح كده برضو هنا الكومودينو اللي كان موجود عليه الميكروويف، واللي كان موجود اللي هو عليه ايه الشوفونيره ده. وهظبط هنا برضو الركنه واظبط كل حاجه موجوده عشان لما اشيل السجاده تبقى الدنيا نظيفه. وطبعا اول حاجه هعملها ان انا ارتب اللعب دي علشان منظرها بجد فظيع وهي موجوده كده. فانا بقى هخلص كل الحاجات دي كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى اوريكم ايه شكل الاوضه بعد ما اخلص واروق كل الحاجات اللي عليها دي. بس فهخلص بقى كده زي ما انتم شايفين اهو. قفلت بقى الشباك ده كده، وقفلت الستاره، وقفلت طبعا الشاشه كانت مفتوحه، وظبطت الركنه زي ما انتم شايفين، نضفتها وخلصتها، ورحت جايه منضفه الحاجات اللي كانت عليها، وظبطت كده الحاجات كده بتاعتها. ما فضلش بس خلينا اشيل السجاده بس. والله العظيم انا كنت مستنيه اختي ان هي يعني تجيلي عشان تشدها معايا، لان انا ما كنتش عارفه اشدها لوحدي خالص. جربت كده ان انا اعملها فما عرفتش، لان الركنه يعني ايه مش اللي هو ممكن تشديها وترفعي اللي تحتها، لا الركنه زنقه خالص في الحيطه، فصعب ان انا اشدها اصلا. وهنا طبعا الالعاب كنت رتبتها وشلت كل حاجه مكانها. وعايزه اقول لكم ان انا كمان عايزه اشيل البونسر بتاع جوري ده، لان هي اساسا ما بتستخدمهوش خالص، فهو ملهوش لازمه عندي دلوقتي، لان كل ما بتستخدمه او اقعدها عليه طبعا هي السن ده مش بترضى تقعد خالص، وبتبقى عايزه كل شويه تحبي تمشي تستكشف بقى الاماكن وكده، فعايزه اشيله خالص. انا طبعا كنت دخلت الحاجات كده من جوه اهي وحطيتها كده على الشباك من البلكونه، علشان طبعا ايه ادخلها في معلش بقى زي ما انتوا سامعين جوري كده، هي على طول بس بتعيط وكده، فهي معايا في الفيديو وانا بعمل لكم الصوت يعني، فمعلش بقى ايه استحملوها بقى، معلش ضيف علينا النهارده في الفيديو، فخليها بقى تعمل اللي هي عايزاه. المهم ان انا كده خلصت خلاص.
ظبطت بقى اوضه النوم زي ما انتم شايفين كده، وطبعا سايبه المخده بتاعت جوري عشان هغسلها زي ما قلت لكم اهي. بس خلصت كده وظبطت الاوضه بتاعتي. هي طبعا ما بتنامش عليها، فانا هشيلها يعني عشان برضو ملهاش لازمه، لان انا عايزه يعني اخلي الشقه تبقى نظيفه، والحاجات اللي ملهاش لازمه عندي اشيلها على طول. طبعا كنست الارض كلها بتاعه الاوض، وطبعا شلت السجاده هنا زي ما قلت لكم بعد اختي ما جت بقى وشدتها معايا. شلتها خالص اهي. وطبعا كنست برضو هنا. ان شاء الله كده السيراميك ده ان شاء الله باذن الله هغسله كده غسله حلوه، عشان انا فين وفين لما بشيل السجاده، وبالذات اللي هي في اوضه الركنه دي. ده طبعا التراب اللي انا طلعته من الاوض كلها ركنته هنا. هبدا بقى كده ان انا اشيله. عندي كده الجاروف بتاعي اللي هو الطويل ده، هبدا كده ان انا اشيله بيها واحطهم يعني كده في الباسكت بتاع الزباله وكده. وطبعا المطبخ بتاعي هظبطه واروقه عشان ابقى خلصت الشقه كلها عشان ميبقاش فيها حاجه. ده الجاروف اللي انا بقول لكم عليه اللي هو طويل كده عامل زي المكنسه يعني. طبعا المطبخ اهو هظبطه بقى واروقه، وابقى كده خلاص خلصت وموريش اي حاجه تانية. خلاص بقى كده خلاص خلصت اهو. بص بقى قفلت الشباك كده، وادي السرير. وطبعا المخده بتاعت جوري سايباها دلوقتي، يعني لما اجي اغسل هشيلها مع الغسيل وكده. طبعا الاوضه هي متروقه خالص ما فيهاش حاجه. وشلت السجاد زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نخش على هنا. بصوا هنا برضو، هنا كده حطيت اللعب بتاع جوري كده على ركنه فوق عشان لما كنت بكنس وكده. طبعا هنا برضو الحاجات اللي تحت دي حطيتها كده تحت الكرسي واهو. بصوا بقى هنا الركنه بقت نضيفه، وهنا طبعا السجاده اتشالت حطيتها بره على البلكونه هنا. وهنا طبعا الصاله برضو شايله كل الحاجات اللي فيها اهي. وخلصت بقى المطبخ اهو. بصوا غسلت كده الاطباق والحاجات اللي كانت موجوده في الحوض، وكمان غسلت الحوض وظبطته. ودي الحاجات كده هستخدمها في الغدا، وكمان الخضار ده هستخدم منه في الغدا وهشيله في التلاجة الباقي، فسايباه كده بره دلوقتي. فكده يعتبر خلاص خلصت. انا بقى مش هسيق يعني، مش همسح الارض النهارده، هسيبها كده شويه يعني مثلا بكره او حاجه. وبعدين هبدا بقى ان انا امسح الارض وكده، لان انا بصراحه ما كنتش عايزه افرش السجاد يعني دلوقتي، كنت عايزه افرشه بقى على دخله الخريف وكده والشتاء، وانا بغير يعني بقى الحاجات بتاعه السرير وافرش الدفايه وكده. بس يعني ايه، قلت بقى ان انا اشيلهم، لان بصراحه كانت السجاده اللي هنا دي متوسخه خالص وكانت مليانه تراب وحاجات، فقلت لازم ان انا اشيلها. فانا لسه بقى مش عارفه هل بقى هفرش السجاد دلوقتي وانضفه واحطه، ولا احط حافظه السجاد كده مؤقتا لغايه مثلا ايه اسبوع كده ولا اسبوعين ولا حاجه على دخلة الشتاء يعني والخريف، وبعدين ايه اعملهم مره واحده. لان انا في ان شاء الله في دخلة الخريف هشيل الستاير دي اغسلها. طبعا انا كنت غسلاها من قريب، بس برضو هي بتتوسخ على طول لان هي بيضه. والشباك ده بالذات علشان بفتحه على طول بالليل، فالستاره بتبقى فيها تراب وكده. وطبعا برضو الستاره اللي هنا وستاره اوضه النوم وبتاعه المطبخ. فانا هعمل تنظيفه كده اللي هو بقى هشيل الستاير كلها والسجاد وافرش بقى الركنه المفارش بتاعتها. وطبعا السرير برضو عندي هشيل الكبرتايه اللي عليه دي الكوفرتا، واحط مثلا اللي هو اللحاف الخريفي ده، او احط مثلا دفايه. وعايزه طبعا اظبط الدواليب بتاعتي من جوه. بصوا هي يعني ايه مش مترتبه قوي، بس انا سايباها برضو. بصوا يعني ايه بايظه. الاكياس اللي تحت دي فيها هدوم جوري. بصوا هنا السجاد انا حطاه والدفايه والمكنسه. فايه الدنيا يعني عندي هي متظبطه، بس محتاجه برضو شويه تعديلات كده. برضو هنا الدواليب، هي الدولاب الكبير ده عندي متظبط ونضيف خالص ما فيهوش حاجه، لان انا اساسا ما بطلع يعني ما بستخدموش غير وانا بطلع منه الحاجات. بس انا ايه عايزه اغير الرصه بتاعه الفوط والحاجات دي، فانا احتمال كده اغيرها هي ورصه الملايات واللي تحت الطقمه دي. وانا بعمل بقى الروتين اللي هو بتاع ايه التنظيفه بتاعه الخريف دي اللي انا بقول لكم ايه لما اجي افرش المفارش بقى واظبط السجاد وكده. فعشان كده مش عايزه يعني افرش السجاد دلوقتي. فان شاء الله بقى هشوف كده، وان شاء الله لو عملت يعني وظبطت الدنيا طبعا هعمل لكم الروتين وهوريكم يعني انا بعمل ايه. فكده بقى الفيديو بتاعي خلص النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد تاني على خير، ومع السلامه.